السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأس العالم، والحمد لله تعالى المغرب في الصدارة، ونفترض ان هي كسبت ان شاء الله تعالى. هتعمل انت؟ ناوي تعمل ايه؟ خلي بالك، عشان دي نصيحة مهمة جدا. كتير منا بعد النصر هيروح يعمل حاجات كتيرة جدا حرام، يقع في الكبائر، يسمع اغاني، يروح الملاهي الليلية، يشرب خمور، يعمل اي نوع من انواع الاحتفالات المحرمة، ويقع في كبائر. فلابد ان انت تكون من دلوقتي مجدد نيتك، ان لو حصل مثل ذلك تفرح بالطريقة الشرعية، متعملش حاجة حرام. خلي بالك، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فتنة على فكرة يرتد عن الاسلام. فتنة ان هو يعمل كبائر في كبائر في كبائر لغاية لما النفاق يملأ قلبه، لغاية لما الكفر يملأ قلبه فيوديه في حتة تانية. فانت ممكن تكون فرحان بالنصر، والنصر يكون هزيمة ليك انت. احنا نفسنا نصر العرب او المسلمين في مثل ذلك، مادة الكورة. نفسنا تكون في الطب، نفسنا تكون في الهندسة، نفسنا تكون في التكنولوجيا، نفسنا تكون في العلم الديني الشرعي، نفسنا تكون في حياتنا، في المجتمعات، في الأسر. فناخد من الفرحة دي نجاح في الإقبال على الله عز وجل، في الإسراع إلى الله عز وجل، في إن كل واحد في مجاله يزيد وينجح أكتر ويكبر أكتر. ولو لا قدر الله ما حصلش النصر ده، مش عايزك تحزن لدرجة إن أنت تصاب بالكبت وتصاب بالهم وتصاب بالحزن. لابد إن يكون أنت في صدرك معلومة وفي ذهنك معلومة إن الحزن ده من الشيطان، وتقبل الله منا ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.